ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده ان شاء الله هنعمل مع بعض تيراميسو المانجا. وصفه حلوه جدا جدا في الصيف، بما ان الصيف داخل علينا والمانجا خلاص قربت تطلع. بجد تحفه جدا، لازم تجربوها. نبدا بقى على طول بالمكونات. اول حاجه هستخدم بسكوت الليدي فينجر. هستخدم ظرف واحد على حسب طبعا الصينيه اللي هتستخدموها. انا هستخدم 200 جرام. وعندي علبه 200 جرام برضو من الجبنه الكريمي. وعندي علبه قشطه بوك. وعلبة حليب مكثف محلى، هستخدم نص العلبة بس. وظرف واحد من الجيلي، جيلي مانجا. وعندي كوبايتين من عصير المانجا الفريش البيور من غير ولا نقطة سكر. وهستخدم كوباية من الكريمة السايلة او كريمة الخفق. اول حاجة هحط الكوباية من كريمة الخفق في بولة كده علشان اضربها. هضربها بقى لحد ما تبقى كريمي. اهم حاجة ان الجبنة الكريمي لازم تبقى ساقعة جدا من التلاجة. اول لما تبقى بالقوام ده خلاص هوقف ضرب. ودلوقتي بقى هضيف عليها علبة الجبنة الكريمي. أنا ممكن استخدم اي جبنة كريمي انا حباها، او جبنة مكعبات او مثلثات. واحط عليها علبة القشطة ونص علبة الحليب المكثف المحلى. وهضربهم تاني كويس لحد ما المكونات كلها تتجانس مع بعضها. دلوقتي بقى هحط ظرف الجيلي، واحط عليه كوباية من المية اللي بتغلي، مية سخنة بتغلي. وهقلبهم كويس جدا. وبعد كده هجيب تاني الخليط اللي انا شلته على جنب. هضيف عليه كوباية واحدة من عصير المانجا من غير سكر خالص ولا مية. وهضيف عليهم برضو نص كيس الجيلي. وبعد كده هضربهم كويس، وكده خلاص بقى جاهز معايا. دلوقتي بقى هجيب البسكوت بتاعي اللي هو الليدي فينجر، وبعد كده هسقيه في عصير المانجا بتاعي. لو تقيل خففيه بشوية مية. وهرصه كده في الصينية من تحت. وبعد كده هحط نص الخليط. وهحط طبقة تاني من البسكوت. وبعد كده برضو هصب فوقيه الخليط، باقي بقى الخليط كله. وبعد كده بقى هدخلها التلاجة ساعتين. انا الصينيه بتاعتي كانت اتملت لحد اخرها علشان هي ما كانتش مرتفعه قوي. ف جبت الشريط الفاكيوم ده شريط بلاستيك كده تقيل، بتجيب من عند اي حد مستلزمات حلويات. وهقيس دلوقتي الصينيه بتاعتي يعني طولها قد ايه او محيطها قد ايه. وبعد كده هبتدي ادخل كده على جوانب البايركس بتاعي علشان اخليه مرتفع. طبعا انت الحركه دي مش لازم تعمليها لو هتستخدمي اصلا صينيه مرتفعه. دلوقتي بقى هعمل صوص المانجا. هحط باقي الجيلي بتاعي عليهم نص كوبايه من عصير المانجا البيور برضو. وهقلبهم كويس جدا. وبعد كده هصبه فوق بقى الخليط بتاعي. وكده بقى خلاص الصينيه بتاعتي بقت جاهزه. هدخلها التلاجة لمده ليله كامله او 8 ساعات على الاقل. كده خلاص طلعت من التلاجة. هشيل بقى ورق الفاكيوم ده. ودلوقتي بقى هزينها برضو بمانجا وبتوت. بجد حلوة جدا 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 في الصيف، طعمها تحفة. طبعا هي بتمسك في التلاجة علشان الجيلي اللي احنا حطيناه.
بصوا بقى القطعة متماسكة ازاي، بجد جميلة جدا جدا. لازم تجربوها وتقولولي رأيكم في الكومنتات. وما تنسوش بقى تعملولي لايك لو عجبكم الوصفة، وكمان ما تنسوش تعملولي اشتراك لو مش مشتركين في القناة. واستنوني بقى في وصفاتي الجديدة، ومع السلامة.